طبعا بعد الرسالة هذه الشرطة بدوا يخافوا من الموضوع، خاصة انه كان عارف مسار التحقيق بالكامل، لدرجة انهم تم يشكوا في بعضهم. يعني الضابط تم يشك في الضابط اللي جنبه انه هو جاك السفاح. شوف انت من قوة الذكاء والسواسة متاعه خبط الشرطة في بعضهم. المهم بعد ايام من الكلام هذا، تحديدا يوم 30/9، وصل بلاغ على جريمة قتل جديدة. طبعا دغري الشرطة عدت للمكان اللي قالوا لهم عليه، ولقوا جثة بنت ومفصول راسها من جسمها، بس المرة هذه أعضائها قاعدات مش موخوذات. طبعا الشرطة قاعدين مصبين وما عندهم ما يديروا. وبعد نص ساعة تقريبا من الكلام هذا وهم قاعدين يتأملوا في الجثة، وصلهم بلاغ أخرى على جريمة أخرى، وعلى بعد 900 متر تقريبا من موقع الجريمة الأولى. ودغري توجهوا للموقع ولقوا قدامهم منظر ما حد يستوعبه. لقوا جثة بنت راسها مفصول على جسمها، وبطنها مفتوحة وموخوذات جميع أعضائها، ويديها وكراعيها مكتفات بالأمعاء متاعتها. وطبعا الشرطة والناس في هذاك الوقت انذهلوا، من المجرم اللي يدير جريمتين بالبشاعة هذه في نفس الوقت في أماكن مختلفة؟ وهنا الناس بدوا يخافوا وبدوا يطالبوا في الشرطة أنهم يقبضوا على المجرم هذا بأسرع وقت، لأن